مساء الخير مزيوناتي، مرحبا بكم في قناة بنيتة ماماها. اليوم غادي نقدم لكم اخر وجبه اللي كانت معنا في مائده الغداء ديالي، وهي اصابع الباذنجان بنكهه السمك. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها لان هذه الوصفه كتجي لذيذه 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 وغزاله. وبعض المرات كيكون عندنا الباذنجان وكنبغيو نعملوا به شي حاجه مختلفه، داكشي اللي جبت لكم هذه الوصفه هذه اللي سهله. دابا غادي نبداو المقادير. انا خديت جوج حبات ديال الباذنجان كبار، طبعا بالنسبه للباذنجان حسب افراد الاسره على حسب العدد ديالكم. تقريبا نصف كيلو انا عملت. اما بالنسبه للتوابل فعملت فلفل احمر اي التحميره، عملت الكمون، عملت الخرقوم بلدي، عملت شويه د الملح، وعملت فص ديال الثوم واحد محكوك، وطبعا معدنوس والقزبر. كنخلطوا هاد المكونات هادو، كنزيدوا عليهم معلقه ديال الماء، من بعد زدت بعض قطرات من الحامض. من بعد خلطنا هاد المكونات كلها كما كتشوفوا في الصور، وكنبقاو ناخذوا الاصابع د الباذنجان اللي ديجا قطعناهم. انا قطعتهم عشوائيا، ممكن نتوما تقطعوهم قد بعضهم، وكنبقاو نعملوهم في هاد التوابل هادو، كنخلطوهم حتى كيتعمروا كما كتشوفوا التصويره. وقبل نسيت ما قلت لكم شيء، بلي انني انا كنت عامله الباذنجان، كنت رشيت عليه شويه ديال الملح وخليته في شبكه تتقطر. من بعد عاد عملت له هاد التوابل هادو. من بعد خديت طحين فينو اللي كيكون حرج، كنزيدوا عليه رشه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الحلو اي التحميره. من بعد كنبقاو نحطوا هذا الباذنجان هذا، كنبقاو نحطوه في هذا الطحين هذا حتى كيتعمر كما كتشوفوا. من بعد كناخذوا مقلاة كنعملوا فيها الزيت وكنحطوها فوق النار، وكنبقاو نحطوهم كما كتشوفوا في الفيديو. بعد كنقدموهم، انا زدت عليهم قطع ديال الطماطم وديال الخيار. كتجي هاد الوصفه غزاله غزاله غزاله، وبلا ما نعملوهم في الطحين ونعملوهم في البيض، بالعكس عملناهم غير في الطحين فينو. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، كنتسنى تعليقاتكم، وكنتمنى تعملوا جيم الا بصح عجبتكم. وشكرا لكم بزاف، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يتابونا، يضغط على زر ابوني باش يشترك ويشوف الفيديوهات ديالي المعجين. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وبالصحه والراحه.